اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى صحاب في الكون؟ أخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. أول حاجة كده عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. أتمنى يا رب السنة الجديدة عام 2023 تكون سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا يا رب، وعلى الجميع يا رب. واتمنى ان اي حد كان ليه امنية ما قدرش ان هو يحققها في 2022 ان شاء الله تكون سنة 2023 تكون سنة سعيدة، وتكون اللي ما حققش امنيته ان شاء الله تتحقق فيها. انا بالنسبة لي الحمد لله على كل حال. كان ليا امنية من سنتين ولسه ما اتحققتش. امنيتي ايه؟ ان انا اكبر القناة، وان شاء الله يكون ليا اخوات ويكون ليا صحابه كده. ان شاء الله كده انا متفائلة في سنة 2023 ان شاء الله القناة تتشاف وتكبر، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم، لان القناة دي من غيركم مش هتكبر ابدا. فاتمنى ان انتوا كده تشجعوني وتدعموني، وانكم تشتركوا في القناة ولايك بقى وشير. لو حد لسه جديد معايا نورتوني وشرفتوني، وان شاء الله كده القناة تكبر بيكم. واتمنى كام مشاهدة الاعلانات عشان اقدر القناة تنزل عليها ربح وكده، وان شاء الله ربنا يرزقني ويكرمني منها. ودي كانت امنيتي في السنتين اللي فاتوا. انا بقالي سنتين شغالة في القناة، وعايزة اقول لكم يعني تعبت كتير كتير، وان شاء الله ربنا هيكرمني. انا عارفة ان انا بتعب، وان شاء الله ربنا يعني هيكرمني. بس آه في وقت لسه ربنا ما يعني لسه ما أذنليش. فإن شاء الله كده عايزاكم تشجعوني وتدعموني عشان نبتدي السنة الجديدة ويكون ليا أصحاب ويكون ليا إخوات في القناة، وإن شاء الله نتواصل مع بعض كده والقناة تكبر ويكون عليها أرباح. أهم حاجة يا جماعة مشاهدة الإعلانات، أهم حاجة فضلا منكم وليس أمرا. ويلا بقى نكمل الفيديو نشوف. طبعا انا قلت اتكلم معاكم كده واقول لكم كل سنه وانتم طيبين في بدايه الفيديو عشان ما انساش، وكمان علشان طبعا الناس اللي بتحب المواعين ودعيك بقى المواعين يتفرجوا كده معانا ويتشجعوا معانا. انا طبعا اول حاجه عايزاكم كده تنزلوا تسيبوا لي كده كومنت تصلوا بيه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتبوا لي كومنت كده مشجع، لاني بحب اسمع او احب اشوف كومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني، لاني والله بجد بتديني طاقة ايجابية كده. فمستنية كده يعني تعليقاتكم الجميلة. انا في المشاهدات الايام اللي فاتت ديت الحمد لله، بس ما فيش تعليقات مش عارفة ليه. يعني اكتبي لي كومنت كده مشجع، حتى لو اكتبي لي رأيك يعني. مش ما عنديش مانع، انا بتلقى اي رأي واي حاجة يعني. عايزة اقول لكم بقى كده، انا طبعا ابتديت كده اليوم بتاعنا بدأ يعني بعد الظهر مش بدري خالص. انا طبعا دخلت على المطبخ كده، كان عندنا حبة مواعين وطبعا ما كنتش غسلتهم بالليل، سامحوني بقى ما كانوش كتير. طبعا الجو بقى ساقع اليومين دول، فساعات ممكن بنسيب مواعين، وبالليل بقى بتبقى السهرة بقى شاي ومثلا حلبة ومش عارفة ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده. انا بقى كده قمت كده قلت اما اخش اغسل المواعين بتاعتنا ديت عشان هعمل الغدا. خليكم معايا عشان نشوف هنعمل غدا ايه. تمام. ونغسل بقى البوتاجاز بتاعنا زي ما انتم مش شايفين كده. انا بحب اغسل البوتاجاز قبل الغدا وبعد الغدا عشان ما بعرفش اشتغل عليه وهو متبهدل، فلازم ان انا هغسله. يلا يا حبايبي كده تشجعوا معايا وشجعوني عشان محتاجة تشجيعكم جدا جدا، وعندي امل في السنة الجديدة ان شاء الله يكون ليا اخوات ويكون ليا اصحاب. ده اللي انا عايزاه بس منكم مش اكتر. انا بقى زي ما انتم مش شايفين كده، انا كنت معلقه خلصت البوتاجاز طبعا عشان نعمل الغدا، وعلقت على الحلتين دول. الحله دي هعمل فيها هسلق فيها المكرونه، والحله التانية هسلق فيها فراخ. فانا هعمل صينيه مكرونه البشاميل. زي ما انتم طبعا عارفين طريقتي بتبقى سهله وبسيطه جدا للناس اللي متابعيني. عايزه اقول لكم ما بحبش اعقد كده الدنيا، وبحب كده كل حاجه تبقى سهله. انا هنا كده هسلق بقى كنت جايبه فرخه قلت كده هنسلقها، وكنت بقى عامله لها محلول النقع. معلش الفيديو ده يا جماعه عشان كنت داخله مستعجله، فتلاقي في حاجات ما صورتهاش معاكم. يعني غسلت الفرخه قطعتها ورحت غسلاها ورحت عامله لها محلول النقع. محلول النقع بنحط فيه بحط فيه خل ملح سكر، تمام، وبحط كمان دقيق وليمون، وبسيب الفرخة يعني نص ساعة، بسيبها في قلب المية المحلول النقع ده، وبعدين برجع اغسلها، وبعدين بنعمل احلى شوربة كده. انا طبعا قليل لما بعمل الفراخ بتاعتنا بالشوربة كده بروح مشوحاها الاول، بس دي طريقة ان انا لما اكون مستعجلة بعملها كده بنفس الطريقة دي.
وطبعًا الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس جدًا زي ما أنا قُلت لكم وناقعة، تمام. أنا بقى الشوربة حطيت فيها إيه، حطيت فيها ورق لورا، بصلاية، طماطميتين، وكمان ملح وفلفل وكمون إيه تاني، بس على كده، تمام. تمام، يالّا حُطّي لي اللايك. كده هنسيب الفرخة بتاعتنا بقى تتسلق، وبعدين نشوف بقى المكرونة بتاعتنا هنعملها إزاي. أول حاجة المكرونة أنا مش باسويها يعني سِوَى كامل، لأ باسويها يعني مش هاقول لِك نُص سِوَى لأ، 3/4 سِوَى كده، يعني باسيب فيها كده إيه، تكون بتقطم معاكِ عشان خاطر تكمّل سواها في قلب كده الفرن وما تبقاش مهرية معاكِ. أنا طبعًا باخدها وباروح إيه، صفّيتها وبارُش عليها حبّة ملح وحبّة إيه، وحبّة فلفل أسمر، تمام. أنا هنا بقى هاشوّح إيه، هاعصّج اللحمة زي ما أنتم ما شايفين. كنت جايبة نُص كيلو لحمة كده نزلت بمعلقة سمنة وحبّة زيت عليهم، وباحب أنزل باللحمة الأول حاجة كده دي طريقة التعصيج بتاعتي يا جماعة، وبصراحة باحبها جدًا يعني مش باغيّرها. ما باحبش إن أنا أحمّر البصلة وبعدين أحُط أو أصفّر البصلة وبعدين أحُط في قلبها اللحمة، لأ، أنا باحب إن أنا أحُط البصلة في قلب السمنة وحبّة الزيت كده الأول أشوّحها. البصلة إيه، اللحمة، معلش يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا هنا بقى كده الفراخ بتاعتنا كانت استوت، فرُحت إيه، طفيت عليها. هنشوف بقى تعصيج اللحمة بتاعنا الجميل. أنا طبعًا باحب أعصّج اللحمة وباحب أضيف عليها معلقة خل. معلقة الخل دي عشان تقتل أي بكتيريا، أي حاجة في قلب اللحمة مكان الفرم وكده. أنا باحب دايمًا أحط عليها معلقة الخل دي. وطبعًا أول ما اللحمة لونها بيغيّر بانزل معانا حطيت إيه، قد بصلتين كده كبار. أنا باحب كده أزوّد البصل في الأكل بصراحة بيبقى طعمه جميل جدًا. أنا باحب البصل في الأكل زيادة، باجي أعمل أي محشي أي حاجة باحب أزوّد البصل. هنا بقى نزلت ببصلتين كبار، ونزلت بملح وفلفل وكمون ورشة قرفة، رشة قرفة بسيطة جدًا، يعني بتبقى بتخلّي اللحمة جميلة معانا وتخلّيها ليها نكهة كده جميلة. وضِفت يعني سِنّة شطة كده، يعني شطة مش كتير عشان إحنا بنحبش الحاجة spicy، يعني بنحب الحاجة كده إيه، ما يكونش عليها شطة، ما لناش في الشطة أوي. وضِفت طماطميتين كده مكعبات، وكمان قرن فلفل كده، طبعًا الفلفل دوّة مش حراق، دوّة فلفل رومي زي ما أنا ما قُلت لكم عشان إحنا ما لناش في الحاجة الحراقة. وكده اللحمة بتاعتنا ده كان العصاج بتاعنا زي ما أنتم ما شايفين. أنا بقى كده إيه، هاسيبه بقى يتعايش مع نفسه واوطّي النار عليه واسيبه. وهنعمل هنا البشاميل بتاعنا. أنا ضِفت بقى هنا، أنا كنت عاملة كيلو مكرونة، طبعًا أنا ضايفة هنا 5 معالق كبار من السمنة. طبعًا أنا مش معايرة السمنة، أنا حاطاها يعني بالبركة كده. أنا باحب أعمل الحاجة بالبركة بس بتبقى برضه مضبوطة، ما فيش أحسن من بركة ربنا. ربنا يرزقنا البركة يا رب. وضِفت 5 معالق كبار دقيق على يعتبر 5 معالق السمنة زي ما أنتم ما شايفين، لإن السمنة هي كده يعتبر زي بعض أهُمّة في قلب الدقيق يعني زي ما أنتم ما شايفين كده. طبعًا أنتم فاهمين أنا عايزة أقول لكم إيه. هو كده هنحمّر الدقيق بتاعنا، مش هنتحمّر، هياخد لون بس كده يصفر. وأنا كنت مطلّعة لبن، يعني كان عندي كيلو لبن في قلب التلاجة، كان واخد كده وِش، هنحطه بالوِش بتاعه. لو أنتِ بقى ما عندكيش لبن بقى مش عامل بقى وِش، أو هتجيبي لبن اللي هو المعلبات ده، ممكن تضيفي قشطة. بس أنا طبعًا كنت مبيتة اللبن كانت في قلب التلاجة وكان ليه وِش، طبعًا كنت باوريه لكم. أهو أنا هانزل بالوِش بتاعه زي ما أنتم ما شايفين كده. ممكن تضيفي بقى قشطة لو ما عندكيش بقى. ساعات بنشيل وِش اللبن ده وبنحطه في قلب علبة، كنت برضه باستخدمه، بس أنا طبعًا ما طلّعتش عشان لقيت اللبن بتاعنا فلاحي وعامل وِش جميل جدًا، يعني طبقة كده حلوة، استكفيت بيها. فأنا كده زي ما أنتم ما شايفين ده كان طريقة البشاميل بتاعنا. أنا طبعًا نزلت باللبن، هو كان يعتبر كيلو يعني وزيادة كمان ما كانش كيلو. ونزلت بيه حبة ملح وحبة فلفل زي ما أنتم ما شايفين. إيد بتقلب البشاميل، وإيد بتقلب برضه اللحمة عشان خاطر أنجز وأخلّص بسرعة. عايزة أقول لكم أنا الأكل معايا ما بياخدش وقت خالص، يعني ممكن أخش المطبخ أعمل الأكل في ساعة. يعني أنا أخش أعمل الأكل ما باغيبش فيه خالص، يعني والله العظيم بجد بابقى يعني باعمل الأكل بسرعة، لكن لمّا باجي أصوّر بقى التصوير بياخد مننا وقت. وده كان البشاميل بقى بتاعنا زي ما أنتم ما شايفين كده. أنا طبعًا كنت بادوق لقيته حاسة إن هو دلع كده شوية، زوّدت عليه ملح
وعايزة أقول لِك كمان ممكن تعمليه بشوربة، يعني تحطّي نُص شوربة ونُصّه لبن، بس أنا بصراحة فضّلت إن أنا أعمله المرّة دي كلّه بلبن عشان خاطر باحب طعم اللبن أوي، وكمان كده الولاد عندي مش هيشربوا اللبن، فأنا قُلت أحُط كلّه أعمل بيه إيه، بشاميل. زي ما أنتم ما شايفين كده وعاملة البشاميل بتاعنا يعني خفيف شوية مش سميك زي كل مرّة، لأ أنا قُلت أجرّب كده المرّة دي، أنا باحب طبعًا أجرّب كل حاجة معاكم. زي ما أنتم ما شايفين كده، وباخد كده جبت الصينية اللي أنا هاعمل فيها وحطيت ييجي 3 كبشات تحت كده في قاع الصينية، وحطيت المكرونة والمرّة دي قلّبتها كده في قلب البشاميل، وحطيت كبشتين من فوق. طبعًا أنا كل مرّة مش كل مرّة يعني باحب أغيّر كده في الوصفة، يعني أعملها بكذا طريقة كده عشان تبقى إيه، أنا يعني باحب أغيّر، باحب التغيير يا جماعة، ما احبش أفضل على حاجة. مين زيي كده؟ يالّا اللي زيي كده يكتب لي comment. أنا كنت عاملة قبل كده كذا مرّة في القناة طريقة المكرونة البشاميل، وعايزة أقول لكم كل مرّة بطريقة بتبقى مختلفة، طبعًا المرّة دي مختلفة أكتر والمرّة دي برضه حلوة وخفيفة، باللبن يعني ما حطيتش فيها شوربة خالص، فعجبتني كمان أكتر من لمّا باحط فيها شوربة. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتقولوا لي إيه رأيكم برضه، أنهي طريقة أحسن، يعني عايزاكم كده تجربوها. طبعًا التغيير مطلوب، وإن إحنا طبعًا بنحب نطوّر من نفسنا في كل حاجة، وعايزاكم بقى تتعلموا معايا كل حاجة، وطبعًا طريقة البشاميل دي جميلة جدًا وسهلة ما خدتش معايا أي وقت خالص زي ما أنتم ما شايفين كده. وبرضه تعصيج اللحمة سهلة وبسيطة جدًا، لكل بنوتة بتتعلم كده معايا، يالّا اتعلمي كده معايا، أنا طبعًا باحب أقدّم كده المعلومة بطريقة بسيطة جدًا. أنا طبعًا كنت نسيت أقول لكم إن أنا شِلت 4 مغارف كده بشاميل عشان أحطهم على وش كده الصينية، ضِفت عليهم بيضة ومعلقة سمنة زي ما أنتم شايفين كده، وضِفت عليهم سِنّة فلفل أسمر، قلّبت البيضة كويس جدًا مع السمنة، وطبعًا حطيتهم على وش الصينية بتاعتنا تدّي الوش بتاعنا يبقى أحمر كده وحلو، وطبعًا أكيد كنت مولّعة الفرن قبلها يا بنات، وأهم حاجة إن أنتِ تولّعي الفرن قبلها عشان تسوّي المكرونة بتاعتِك بسرعة ما تحطّوش في فرن بارد، طبعًا باحطّها على الرف الوسطاني ما بتاخدش معانا وقت خالص، كده أنا حطيتها بقى في قلب الفرن، وتعالوا بقى هنعمل أحلى حبة لسان عصفور. اللسان العصفور ده يا جماعة عايزة أقول لكم أنا طبعًا شكله غريب، مش اللي هو الطويل اللي إحنا عارفينه لأ، لسان العصفور دوّة أنا بعتّ بنتي تجيب لي ربع كيلو كده لقيتها جايباه لي مدوّر كده وتخين، مش عارفة، المهم إن أنا إيه، قُلت كده إيه، كنت مستغرباه بس أنا برضه عملته، بس ما عجبنيش أوي مش زي التاني، المهم إن أنا حطيت السمنة وحطيت حبة اللسان العصفور حمّرتهم لازم يتحمّروا باغمّقهم شوية وضِفت عليهم مَيّة، أنا باحط مَيّة ليه بقى، عشان خاطر لسان العصفور بتاعنا يشرب من المَيّة ديّة ولمّا قُرب ما هو يستوي وفاضل له غلوة باروح حاطّة له الشوربة بتبقى الشوربة جميلة فيه وبيبقى طعمه كمان حلو، ما يبقاش بعد كده يبقى يعني إيه، يشرب الشوربة لمّا يقعد مثلًا ساعتين أو حاجة وتيجي تسخّنيه تلاقيه بقى كُتلة واحدة، تلاقيه بقى في الحلة كُتلة واحدة كده، لأ ده هتلاقيه بقى مفرفط معاكِ لإنه خَد المَيّة كلّها اللي هو شربها وحطيتِ الشوربة، فالشوربة كده مش هيشرب تاني لسان العصفور هيبقى كده يعني حلو كده، مش هيبقى ماسك نَفْسه زي البالوزة كده. طبعًا أكيد أنتم فاهمين أنا أقصد إيه. جرّبوا كده طريقة لسان العصفور بالطريقة دي، يعني اسقيه مَيّة في يعني الأول وبعدين قُرب لمّا يستوي زوّديه الشوربة بتاعته، ياخد غلوة واحدة بس وتروحي طافية عليه، تروحي بقى مضبّطة الملح بتاعه وزوّدي فلفل أسمر أو حبّة كمون وخلاص على كده. أنا هنا بقى كنت باحمّر بقى الفراخ بتاعتنا زي ما أنتم ما شايفين أهو، هنا كان اللسان العصفور كان خلاص استوى أو فاضل له غلوة واحدة، ضِفت بقى الشوربة وسِبته بقى إيه هيغلي الغلوة دي، وباحمّر بقى الفراخ بتاعتنا زي ما أنتم ما شايفين كده، وطبعًا عملت أحلى حبّة شوربة أكيد أنتم شُفتوها معانا، وأنا بقى دلوقتي كده إيه، كده كانت المكرونة بتاعتنا كانت خلاص ولّعت عليها الشواية من فوق عشان يعني كانت استوت وبس فاضل تحمَر لي السِكة كده من فوق ولّعت عليها الشواية تمام، هنا الفراخ بتاعتنا أول لمّا باطلّعها بقى لمّا باحمّرها وباروح مطلّعاها، بارُش عليها حبّة دُقّة بتبقى جميلة جدًا، طبعًا الدُقّة دي بتخلّي الفراخ حلوة، الدُقّة فيها فلفل أسمر وملح وكمون وكزبرة وكمان كبيبة صيني، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده كان الغدا قصدي، معلش يا جماعة بقى أنا مش عارفة ليه مالي مش مركّزة النهارده، صراحة جُعت.
عايزة أقول لكم صينية المكرونة كانت جميلة جدًا، طعمها تحفة، طعمها عسل بجد تستاهل بُقُّكم، عايزاكم تجربوها. أنا هنا بقى هابدأ إن أنا أقطّعها كده، وكمان طبعًا أنا سِبتها بردت شوية، غرفت بقى لسان العصفور بتاعنا الغريب ده، واتغدينا الحمد لله، اتفضلوا بقى معانا. وبعد الغدا كده دخلت على البلكونة بتاعتنا لميت، كان عندي حبة غسيل، رحت لماهم وخليت البنات يتسلوا بقى فيهم ويطبقوهم. انا طبعا الايام دي مش بطبق صراحة الغسيل خالص، بخليهم هم يطبقوا الهدوم عشان يتعودوا على كده. طبعا لو عندك بنوتة كده أو عندك بنات شجعيهم كده وخليهم هم يطبقوا الغسيل عشان خاطر يتعودوا على كده. أنا طبعا لميت الغسيل وقلت لهم ايه طبقوه، وانا هخش اعمل لكم كوبايتين عصير جوافة. قلت اما اضحك عليهم زي ما انتم ما شايفين كده، لازم نفرحهم بأي حاجة ونشجعهم بأي حاجة، ولا ايه؟ حطيتي لي اللايك ولا لسه؟ أمانة عليكم لو لسه ما حطيتليش اللايك، يلا حطي لي اللايك وشجعيني، لان اللايك بتاعك هيفرق معايا كتير جدا. اللايك بتاعك هيخلي اليوتيوب يقترح الفيديو بتاعنا. وعايزاكي كمان معلش فضلا منك لو ما عملتيش اشتراك، انزلي تحت الفيديو في كلمة باللون الأحمر اضغطي عليها، و اتأكدي ان انت مفعلة زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يجيلكم مني اشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا، احلى اخوات في الكون، بحبكم في الله. ولو انت معايا بقى خدي كده جولة عندي في القناة، ان شاء الله قناتي تعجبك. يعني اسمعي كام فيديو كده ليا وما تخطيش الإعلانات فضلا منك وليس أمرا، عشان القناة ينزل عليها أرباح. وربنا يجازيكم خير يا رب، ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من تعليقاتكم الجميلة. انا طبعا هنا بقول لكم اتفضلوا معايا هنعمل كوبايتين عصير جوافة كده حلوين. انا طبعا مش بعملها باللبن عشان خاطر ايه، عيالي قبل كده عملتها لهم باللبن، عايزه اقول لكم دبسوني فيها وشربتها انا. لا انا المره دي مش عايزه بقى، كفايه كده الشتا المره دي مخلينا مقلبظين كده ومش قادرين. لا فانا ايه هعملها لهم بقى بميه عشان هم يشربوها، مش انا اللي اشربها يعني. انا اخري فيها كوبايه كده صغيره. تمام. ورُحت كده إيه، عملتها لهم في قلب الخلاط زي ما أنتم شايفين كده، وحطيت لهم فيها تلجتين برضه عشان يبقى بيحبوا الحاجة ساقعة برضه شوية. يالّا هُم لسه بقى إيه شباب وبيشربوا الحاجة ساقعة، يالّا بقى. ورُحت إيه، قُلت أضبّطها لهم كده، طلّعت التلج ورُحت حاطة مكعبين تلج وهاحط لهم كمان في قلب الكوبايات تلج. يالّا هاضبّطهم بقى عشان خاطر إيه، يسمعوا الكلام. زي ما انتم ما شايفين كده. وبضيف على عصير برضو الجوافة يا بنات بضيف عليها ليمون عشان خاطر لما تقعد عندك في قلب التلاجة لونها ما يتغيرش وما تغمقش معاكي. يعني ساعات بتيجي لما تعملي العصير الجوافة لما بتسيبيه في قلب التلاجة بيسمر، لا لما تحطي عليها ليمونة بيحافظ على لونها، وبتبقى كمان طعمها حلو. اه زي ما انتم ما شايفين كده. انا طبعا قلت للبنات بتاعتي هحط لكم كده ايه، تلج كمان، واضبط لكم كوبايتين العصير على ما تطبقوا الغسيل. ايه رأيكم بقى؟ اتمنى يا رب لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير،